بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا ام احمد ودي قناتي، قناه عيون الطبخ. لو اول مره تشاهدوها فضلا وليس امرا حطوا لايك، وكمان لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل فيديوهات جديده بنزلها. وكمان ما تنسوش تشيروا الفيديو لاكبر عدد من الناس والاخوات والاصحاب علشان الكل يستفيد، عشان كمان قناتي مش هتكبر الا بيكم. تمام؟ طب هتعملي ايه يا ست محمد النهارده؟ هنعمل مع بعض كده شوربه الهريس، حاجه كده ما شاء الله زي الفل. وصفه خليجيه انما جميله جدا جدا. قلت كده انفذها ونعملها مع اخواتي وحبايبي كده علشان كلنا نستفيد طبعا. مكوناتها ايه بقى؟ معايا كده كوباية من حب الهريس. طب حب الهريس ده اسمها فين في الخليج يا جماعة؟ في دول الخليج. طب عندنا في مصر اسمها حبوب الغلة، الغلة بتاعتنا عارفينها، بس دي الحبوب المقشورة اللي بنجيبها نعملها بليلة من عند العطار. تمام؟ خلاص يبقى اسمها حبوب القمح او الغلة المقشورة عند العطار. طبعا انا بجيب منها كده كوباية وبغسلها كويس بنقعها لمدة 3 4 ساعات. وبعد ما نقعتها 3 4 ساعات كده خدتها صفيتها كويس، وهجيب حلة وهنزل بيها بقى في الحلة كده. على فكرة الشوربة دي ما شاء الله، بصوا في الخليج على طول عندهم في رمضان ده حاجة أساسية، يعني بصوا ده الراعي الرسمي عندهم على سفرة رمضان. فإحنا هنا كمان أنا عملتها عجبتني جدا، وإن شاء الله هعملها على طول وتبقى بصوا تبقى عندنا برضو كده عادية. خلاص، المهم بعد ما صفناه وحطيناه في الحلة حطينا عليها كمية من المية وطلعت بها فين على النار، وهسيبها كده على النار لغاية لما تغلي معايا. بصوا اهي. واول ما بتغلي معاكي كده وتحس انها بتطلع ريم كده ابيض، حاولي تشيليه كده بالمعلقة من على وش الحلة وتسيبيها تاني تغلي لغاية لما بتحسي برضو ان ايه، ان الحب بتاعها بدأ يفتح معاكي شوية كده. هجيب ايه بقى؟ هجيب جزرايه وهبشرها. طب انا ما عنديش جزريه سليمه زي حالاتي كده، كان عندي جزر متقطع في التلاجة مخزناه كده مكعبات عادي خالص. جبت شويه كده قيمه الجزريه برضو ونزلت عليها بيهم، وهغطي تاني وهسيبهم برضو يعيشوا مع حياتهم يستووا كده. هتبص تلاقيها نشفت شويه عادي ما فيش مشكله. هزودها ايه؟ هنا عندي شويه شوربه كده كنت عينهم في الفريزر، طلعتهم قلت ايه عشان برضو نطعم العمل، احنا بنعمل شوربه يا جدعان. وكمان ممكن تضيفي لها مكعب مرق كمان حلو قوي. بصوا والشوربه دي كمان ممكن تعملها بايه؟ باللحمه برضو، بقطع اللحمه الصغيره او بقطع الفراخ. خلاص، بس انا حبيت اعملها كده ساده عاديه خالص عشان برضو نوفر على اصحابنا برضو وما نعقدش الدنيا. خلاص، وبعد ما ضفت الشوربه وشويه ميه كده هضيف عليها برضو البهارات بتاعتنا، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره الناشفه، وهدي لها تقليبه. وهنزل كمان بقى بنص معلقه حلوه كده من بهارات الفراخ، بتوديها في حته تانية خالص، تخلي بقى ريحه وطعم مش عايزه اقول لكم حاجه كده. بصوا فاخر من الاخر يا باشا. طبعا سبتهم كده نقلتهم على العين التانية وسايباها تعيش حياتها. هجيب ايه بقى؟ هجيب القلايه هنزل فيها بمعلقتين من الزيت، هنزل عليها ببصلايه كده متقطعه كده ناعم وهشوحها لغايه ما ريحه البصل تطلع. هنزل عليها بمعلقه من الثوم وهقلبهم الاتنين مع بعض تشويحة كده لغاية لما تحس ان ريحة البصل والثوم طلعوا الاتنين وشميت الريحة الجميلة بتاعتهم. هنعمل ايه؟ هضيف لهم كده عيدان البقدونس. ده طبعا العيدان دي الفايدة كلها بتكون في العيدان، فانا قطعتها رفيع جدا ناعم وحطيتهم برضو ونزلت عليهم ايه اشوحهم. ولو مفيش بقدونس ممكن برضو تستبدليه بشبت او كزبرة عادي خالص، المهم يكون اللون الاخضر معانا. وهنزل بالطشة دي كده على حبوب الهريس وهقلبهم مع بعض وهسيبهم برضو يستووا برضو شوية وكله ياخد مع بعضه. احنا عارفين ان الطشة دي خلت ريحتها حلوة قوي، والبصل كمان مفيد جدا جدا وبخلي طعمها برضو رهيب. ونزلت عليها بباقي ايه البقدونس بتاعتنا، حزمة البقدونس اللي هو الاوراق قطعتها برضو ناعم ونزلت عليها وهسيبها برضو ايه تعيش حياتها كده على النار. وهنا جبت كوباية ايه نص كوباية من المية، ضفت لها معلقه من النشا ودوبتها كده، وهنزل بها فين؟ على شوربه الهريس بتاعتنا الجميله، شايفين اللون بتاعها تحفه. وهقلبها البتاع هنا النشا بتدي قوام حلو قوي قوي للشوربه ما شاء الله. وبعدين لو وصلتي معايا لغايه هنا حبيبه قلبي ما تنسيش بقى تحطي اللايك. انا بعمل لك شوربه اهو، يعني انا عماله ببحث واجيب لكم حاجات حلوه اهي ما شاء الله مفيده جدا وقيمتها الغذائيه عاليه قوي في شوربه الهريس دي.
بجد بأمانة والله العظيم طعمها تحفة. وهنا كانت استوت طبعا مع التقليب. شوفوا بقى مع التقليب على النار بالكبشة كده أو بالمعلقة، وتبدأي تلف وتهرسي فين في الحبوب الهريس بتاعتنا بعد ما استوت وبقى كله تمام. رفعتها من على النار وجبتها، ويلا بينا حبايب قلبي كده نغرف في ايه شوربة الهريس بتاعتنا الجميلة دي. ما شاء الله مش عايزة اقول لكم الريحة بتاعتها طالعة، يا ريتكم كنتوا معايا. والله بجد يا ريتكم كنتوا معايا تشموا كده معايا ايه الريحة دي، تحفة ما شاء الله. هنا غرفنا الطبق. زي ما قلت لكم دي وصفة أساسية في دول الخليج. هنا في مصر مش معروفة قوي، بس إن شاء الله أنا طول ما أنا معاكم هجيب لكم الجديد وهتستفادوا إن شاء الله، والكل يفيد ويستفيد كده. وما شاء الله مش عايزة أقول لكم طعمها تحفة بجد. هنا بقول لكم هي تستاهل اللايك، صدقوني لازم تحطوا اللايك. شوربة الهريس دي فعلا شوربة عجبتني جدا جدا ما شاء الله عليها. وبجد مش هتبقى أول مرة إن شاء الله، أو مش هتبقى آخر مرة. عفوا، إن شاء الله هنعملها تاني. وده الفيديو بتاعي كان معاكم النهاردة، يا رب أكون عند حسن ظنكم يا أحلى أغلى متابعين. وتنسونوش بقى في اللايك والشير والكومنتات الحلوة المحفزة منكم يا أغلى أخوات. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. حبايب قلبي ومع السلامة.